طلاب الصف الثاني الإعدادي، هقارن لك بين حالات المادة التلاتة في 5 دقايق بالظبط أو كمان أقل من 5 دقايق. الدرس كله ده الدرس الأول أو ملخص الدرس الأول كله. احنا أخدنا إن المادة كل ما لها كتلة وحجم يشغل حيز من الفراغ، وإن المادة لها 3 حالات أساسية اللي هي الصلبة والسائلة والغازية، وهناخد السنة دي الحالة الإضافية اللي هي حالة البلازما. لو جينا نقارن بين حالات المادة الصلبة والسائلة والغازية ما تحفظهاش، افهمها. ارسم جزيئات المادة الصلبة. طبعا جزيئات المادة الصلبة بتبقى متلاصقة بجوار بعضها بالمنظر ده. طب السائلة بعيدة عن بعض شوية. طب الغازية كل جزيء في ناحية لوحده. واحنا قلنا او اخدته في الدرس الاول ان النموذج الجسيمي للمادة بيقول ايه؟ ان اول حاجة بين جزيئات المادة في قوة تماسك او قوة تجاذب، بتكون القوة دي كبيرة جدا في المادة الصلبة. طيب تاني حاجة موجود بين الجزيئات وبعض فراغات، الفراغات دي اسمها مسافات بينية. وعلى اساس دول بقى هنقارن بين المادة الصلبة والسائلة والغازية. اول حاجة المادة الصلبة شكلها ثابت. طب ليه شكلها ثابت؟ عشان قوة التماسك بين جزيئاتها كبيرة. طيب المادة السائلة ملهاش شكل، بتاخد شكل الإناء الحوي لها. ليه؟ عشان قوة التجاذب بين جزيئاتها ضعيفة والمسافات كبيرة. طب الحالة الغازية برضو ملهاش شكل، وبرضو لنفس السبب، لأن المسافات عندها كبيرة جدا وقوة التماسك ضعيفة جدا. طب من حيث الحجم، المادة الصلبة حجمها ثابت بسبب ايه؟ لنفس السبب، قوة التجاذب كبيرة جدا والمسافات قليلة جدا، خصوصا المسافات. طب الحالة السائلة حجمها محدد. ده بسبب ايه حجمها محدد؟ ده لصغر حجم المسافات، وكمان يا ولاد لان قوة التجاذب بينها تعتبر يعني اضعف شوية. طب الحالة الغازية ملهاش شكل، وده لان مفيش قوة تماسك خالص والمسافات البينية كبيرة جدا. طب الانسياب، مادام المادة ملهاش شكل يبقى بتنساب. ماشي. طب من المادة اللي ملهاش شكل؟ السائلة والغازية. يبقى هم دول اللي بيحصل لهم انسياب. الصلبة ما بتنسابش. ليه؟ عشان لها اولاد شكل ثابت. طب الانضغاط، الانضغاط له علاقة بالحجم. المادة اللي ليها حجم ما ينفعش تتضغط، المادة اللي ملهاش حجم ثابت ينفع تتضغط. طب من المادة اللي ملهاش حجم ثابت؟ الغازات. عشان كده الغازات هي الوحيدة اللي ينفع تتضغط، انما الصلبة والسائلة ما ينفعش تتضغط. الانتشار ليه علاقة بالحركة بتاعة الجزيئات، والحركة لها علاقة بالمسافات بين الجزيئات. كل ما المسافة كانت كبيرة كل ما الانتشار كان أوسع والحركة كبيرة. طب مين أكتر واحدة عندها مسافات؟ المادة الغازية. عشان كده الانتشار فيها بيكون كبير جدا، أقل شوية في السائلة وأقل خالص في الغازية. طب مين اللي حركة الجزيئات بتاعته عالية؟ طبعا الغازات. ده لأن يا أولاد المسافات كبيرة جدا، أقل شوية في السائلة وأقل خالص في الصلب. طب مين اللي المسافات البينية عنده كبيرة؟ برضو الغازات، أقل شوية في السائلة أقل خالص في الصلب. طب قوة التماسك أو التجاذب بين الجزيئات كبيرة جدا في الصلبة، لأنها مقربة من بعض والمسافات قليلة، متوسطة في السائلة ومنعدمة في الغازية.